خليك مكاني بس 7 أيام، 7 أيام مش أكتر. ولو مستواك الدراسي متغيرش بعدها، ارجع للفيديو ده واكتب لي في الكومنت إن كل كلمة اتقالت كانت فاضية. بس قبل ما تمشي أو تقفل أو تقول ده كلام سمعته قبل كده، خليني أحكي لك حكاية. مش حكاية تحفيز ولا كلام تنمية بشرية. حكاية واحد كان أضعف طالب في دفعته، مش مشهور ولا شاطر ولا عبقري. واحد كان دايما اسمه تحت في كشف الدرجات. واحد كان كل اللي يعرف يعمله إنه يفتح الكتاب ويبص فيه وبعدين يقفله ويمسك الموبايل ويقول لنفسه أنا هبدأ كمان شوية. والشوية دول عمرهم ما كانوا بيجوا. الحكاية دي عن آدم. وآدم كان طالب عادي جدا، لا غبي ولا ذكي، بس متلخبط تايه، متعود يهرب، متعود يضحك قدام الناس ويهزر، بس أول ما يقعد لوحده يحس بثقل غريب في صدره. إحساس إن في حاجة غلط بس مش عارف يصلحها. كان بيقعد بالساعات قدام الكتاب، يقلب الصفحات من غير ما يفهم، يحفظ من غير ما يستوعب، ينسى أسرع ما يحفظ. ومع كل امتحان كان بيقول المرة الجاية. ومع كل سنة دراسية كانت المرة الجاية دي بتبعد أكتر. لحد ما في يوم قبل الامتحانات بأسبوع، آدم واقف قدام المراية وبص في عينه وقال جملة بسيطة بس وجعته أكتر من أي درجة وحشة. قال أنا تعبت من إني أكره نفسي. اللحظة دي كانت نقطة البداية، مش لحظة حماس ولا دافع قوي ولا فيديو تحفيزي، كانت لحظة صدق. ومن هنا بدأ تحدي ال7 أيام، مش علشان يبقى الأول ولا علشان يطلع ترند ولا علشان يثبت حاجة لحد، بس علشان يحترم نفسه. اليوم الأول كان أغرب يوم في التحدي. آدم ما فتحش كتاب وما ذاكرش ولا صفحة، قعد على السرير ومسك ورقة وقلم وكتب سؤال واحد بس: أنا ليه بذاكر؟ السؤال كان تقيل، قعد يبص عليه نص ساعة، دماغه فاضية. وبعدين بدأ يكتب أي إجابة تيجي، عشان أهلي، عشان الشهادة، عشان المستقبل. وبص على الكلام وحس إنه مش صادق، شطب كل ده وكتب جملة واحدة: أنا بذاكر علشان ما بقاش الشخص اللي أنا كارهه. اليوم الأول خلص من غير مذاكرة، بس بعقل صاحي لأول مرة. اليوم التاني كان يوم الصدمة. آدم اكتشف إنه مش محتاج وقت أكتر ولا خطط معقدة، هو محتاج يبطل يكذب على نفسه. مسك الموبايل، قفل النت وحطه في درج وقفله، وقال لنفسه لو مستقبلي أضعف من إشعار يبقى أستاهل اللي يحصل. قعد يذاكر 25 دقيقة ووقف 5 دقايق ورجع 25، من غير موسيقى ومن غير فيديوهات ومن غير حجة هبدأ بعد شوية. وفي آخر اليوم حس بإحساس غريب، قال هو ده التركيز؟ ده أنا كنت عايش في كذبة. اليوم التالت كان الأصعب. عقله كان بيصرخ: زهقت، مش قادر، خلص بكرة. بس بدل ما يهرب قرر يواجه. مسك ورقة وكتب كل فكرة بتيجي في دماغه، كل خوف، كل رغبة في الهروب، كل صوت داخلي بيقوله مش هتنفع. وكل ما فكرة تيجي يكتبها ويرجع للكتاب. في آخر اليوم الورقة كانت مليانة، بس الكتاب كمان. وساعتها قال جملة مهمة: أنا مش بكسل، أنا كنت بهرب. اليوم الرابع كان يوم الفهم مش الحفظ. آدم قرأ الدرس، قفل الكتاب وبدأ يشرحه لنفسه بصوت عالي كأنه بيشرح لطفل. غلط يرجع يصلح، نسي يعيد من الأول، لحد ما في لحظة بسيطة حس إن الكلام طالع بسهولة. وساعتها قال أنا فاهم مش حافظ. اليوم الخامس كان التعب الحقيقي، مش تعب جسم، تعب نفس. اليوم اللي مفيش فيه حماس ولا طاقة ولا شغف. الصوت اللي جواه كان بيقول له كفاية، ريح، بكرة تكمل. بس آدم اتعلم حاجة جديدة، إنه مش لازم يكون متحمس علشان يكمل، لازم يكون ملتزم. ذاكر وهو تعبان وهو زهقان وهو مش طايق نفسه. وفي الآخر ابتسم وقال أنا أول مرة أكمل حاجة من غير مزاج. اليوم السادس كان يوم الاختبار. عمل امتحان لنفسه، من غير كتاب، من غير غش، من غير أعذار. غلط عادي، بس اللي فاجئه إنه أحسن بكتير ما كان متخيل. مش عبقري بس أحسن. وقال الفرق مش في الذكاء، الفرق في الاستمرار. اليوم السابع كان أهدى يوم. آدم ما ذاكرش كتير، قعد يفكر في الأسبوع اللي فات، في نفسه القديمة، في الشخص اللي كان دايما بيهرب. وقال أنا ما اتغيرتش في 7 أيام، أنا اكتشفت نفسي. ولو أنت لسه هنا وبتسمع لحد اللحظة دي، يبقى القصة دي عنك، عن كل طالب قال أنا مش شاطر، عن كل واحد قال أنا غبي، عن كل واحد صدق إن المشكلة فيه. الحقيقة إنك مش محتاج كورس ولا تطبيق ولا خطة خارقة، محتاج 7 أيام صدق، 7 أيام التزام، 7 أيام تواجه فيهم نفسك. وفي الفيديو اللي جاي مش هحكي لك قصة، هديك الخطة كاملة، تحدي ال7 أيام خطوة بخطوة، بالساعات، بالأخطاء، وبأكبر غلط بيضيع أي طالب. ولو ناوي تكمل بجد، اكتب في الكومنت أنا داخل التحدي، واستنى الفيديو اللي جاي.